مش شايفاه ان هو ضحيه، بمعنى ان هي يعني هي بتحاول معانا، فاهم؟ وهي دي النقطه اللي خلتها اظن تختار ويل على خطيبها. وده نداء اللي انا لكل مبسوط له البنات هو مبسوط. ان الشاب بياعه وخاينه عامه. انا ما اللي اظنش هو اصلا من الاساس ان انا هوافق ان هي تشتغل عنده من الاساس. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ذا لينس. عنوان حلقة النهاردة هنتكلم عن فيلم مي بيفور يو. حلقة خاصة يعني المرة دي هنتكلم عن فيلم واحد بس، مش متعودين على الكلام ده. وبعدين احنا مش متعودين أصلا، يعني بقالي كتير أوي ما سجلتش، بقالي كتير أوي ما نزلتش يا جدعان. وانترو جديدة معانا الأستاذ محمود حاتم البنانا بوي، السلام عليكم. هو اللي عامل لنا الانترو الفجرة دي. انزل حبيبي حبيبي. بالانترو. 7, 6, 11, 5. Oh! Oh my god, I don't believe it! But where did you get that? I'm gonna go try the one. فحلقة جديدة بقى يا جدعان، نتكلم عن فيلم مي بوفور يو. هنخش الأول بس كده بملخص للفيلم، يعني أي حد ممكن يقول للي ما سمعوش يعني، أو أي حد فيكم يا محمود يا زياد اتكلموا. ماشي. تشرح انت يا زياد ولا اشرح انت؟ لا اشرح انت عادي. ماشي. يعني هو في الاول كانت البنت البطلة الفيلم لويزا، وبطل الفيلم اسمه ويل. هي بقى كانت لويزا ديت، يعني كانت زي ما تقول ايه، شغالة وظيفة على قدها، وفي مرة شغلها خلاص اتطردت، فكانت طبعا عايزة تساعد أهلها وكده، فقعدت تدور على شغل لحد ما وصلت إن هي تشتغل عند ويل دوت مساعد. ويل بقى ده كان اللي هو شاب غني ومرتاح في عيشته، وكل يوم في مكان ومش عارف ايه وكده، ورياضي المفروض. جه عمل حادثة، جابت له شلل، وبقى بتحكي يعني بقية الفيلم بيبدأ يحكي بقى ازاي ان هي بدأت تساعده وبدأوا يحبوا بعض وكده بقى. وهو دايما كان بيحاول ينتحر لحد ما في آخر الفيلم يعني المفروض ان هو انتحر. بس. هو انتحر في الآخر؟ اه. أنا فاكر إنه أنا فافتكرت. تمام تمام. انتحر في الآخر. بس. فدلوقتي طب نتكلم عن إيه؟ نتكلم ده الملخص بالنسبة بقى إن العلاقة بين لويزا وويل. انت قلت سؤال يا زياد، اصلا قلت سؤال ان هو في نص الحلقه. ماشي. بس ثواني، لا دي خليها في الاسئله الفلسفيه عامه عن الفيلم. خلينا مثلا نكمل عن العلاقه بينهم، العلاقه بين لويزا وويل ازاي بدات وازاي وعدت بمراحل عامله ازاي. آه، انا وجهه نظري عامه عن الموضوع ان هي قصه، هي صعبه قوي تحصل في الواقع شويه، نوعا ما خياليه. صعب قوي لا، هو ان صعب حد، تحصل في صعب ان واقعنا حد احنا. يمر بالتجربه دي ويحب شخص مجرد ان هو قعد معاه اسبوعين لا لا، وي... ثواني، ويسيب هو خطيبه قصدك صعب تحصل. يا نتكلم ابني عن اسمع، التجربه يا ابني انت قصدك صعب تحصل في واقعنا احنا في ايوه المجتمع المصري. عامه على فكره، ايوه. عامه مش لا، مصر بس. بره اعتقد ممكن تحصل هنا. ما اعرفش بس ماشي، ممكن خلينا نمشيها في اعتقد. مصر ماشي ممكن نمشيها بس اصلا في اعتقد. مصر اصلا في مصر ما فيش حد هيروح يشتغل عند حد يرعاه كبنت يعني. مفيش عيال هتجيب بنت ترعى اه ابوها عامة يعني. برضه مستحيل. بس انت مستحيل. فاهمني. بالظبط. ف ف بس مش عارف هو والله، عامة انا حاسس ممكن ارجع في كانت ست كلامي، شهور ممكن بره برضه ما ينفعش الكلام ده. اعتقد الموضوع هيبقى صعب بس شويه عادي. حتى بره. بس هي صعبة. صعبة ده بس هي الاقصد، ممكن. الموضوع صعب حتى وهي امم قصه خياليه، فالموضوع برضو ممكن بيلمس معانا كده في اوقات كتير في الفيلم. الفيلم حلو. فالعلاقة ما بينهم بدأت بإن هي كانت بترعاه في البيت عنده، لأن هو نوعا ما عاجز، وفي الأول ما كانش طايقها أو ما كانش بيديها وش زي احنا بنقول. هي كانت بتحاول يعني تخليه مبسوط، أو تحاول توطد العلاقة بينه وبينها، بس هو كان فعلا كان في الأول قافل خالص. جه في مرة، أو مش عارف كان في، كان عندهم فرح تقريبا، أو هو كان رايح فرح فهي راحت معاه. بدأت بقى العلاقة بينهم تتوتر من الناحية دي، ومن قبلها برضو بكذا موقف. لما كانت بتحلق له تقريبا، تحلق له دقنه صح؟ ايوه، كانت بتساعده في كل اه حاجه بقى. ايوه بالظبط. ايوه حرفيا. م.
فعدي بقى مرحله ان هم جاب لها الشرابات لما قالت له ان هي عايزه بتحب الشرابات اللي لونها اصفر دي شبه النحل. او ما جاب لها شرف في عيد ميلادها ايوه وبرضه اه خطيبها اللي هو كان مقلم ايوه اه ريبد سوكس. لحد آه. ما سافرت معاه. واكتشفت بقى ساعتها ان هو جاي هنا عشان يموت. ينتحر بالظبط. في سويسرا. فدي رحله كانت ما بينهم، دي القصه الخارجيه اللي حصلت ما بينهم. طبعا في تفاصيل كتير قوي بس نحكي القصه القشره من بره. ايوه العلاقه ما بينهم بالنسبه لي انا بقى، كل واحد يقول العلاقه ما بينهم بالنسبه له. تمام. العلاقه ما بينهم بالنسبه لي تمام. هي علاقه حلوه، تعتبر انسانيه شويه من ناحيه ان هي بتساعده وتكون ما بينهم مشاعر. بس من ناحيه هل انا في اخر الفيلم هل انا اقدر اتعاطف معاها اتعاطف معاه هو، عشان هو في النهايه هو الطرف التعبان وهيموت وهيقرر ان هو ينهي طبعا. حياته. لكن بتكلم هل انا اقدر اتعاطف معاها ان هي ما عاشش معاه كتير. مم. فانا حاسس ان يعني في النهايه مش هقدر اتاثر بتاثرها هي ده، متاثر بموته هو. موته هو ياثر فيا ايوه اكتر ما فاهم. هي هتاثر فيا بس. مم. بس لا بص، هو انا عاوز اسال سؤال اصلا عامه. يعني انت كزياد اصلا لو انت اتحطيت في موقف ان انا ابقى اختيار، اه انت بقى ايه نظامك؟ ان انا ابقى عاجز يعني، او ان انا اموت، ولا انت تقصد ايه بالظبط؟ لا يعني انت مثلا اتحطيت في اختيار بين اتنين. اه مش فاهم برضو. اختيار ما بين مثلا خطيبتي والبنت اللي هو حبيتها. ويل. ايوه هي اوكي. اتحطت بين خطيبها والراجل ده. ويل ايوه ويل البطل. انت كمحمود، انت اتحطيت في موقف قبل كده في ماتريكس، اللي هو يا تاخد الحبايه الزرقاء مم. الحمراء. اه فاهم. بص، اتحط- هو عامة ايه عامة اتصرفت ازاي؟ على قد ما كان خطيبها بيحبها، بس هو في الآخر هو ما كانش، يعني كان زي ما تقول كده كان شخصية أنانية. بالظبط. بمعنى إن هو كان، يعني الفرق بينه وبين ويل إن ويل كان دايما يعني على قد ما هو في الأول كان مديها وش ومش بيتكلم معاها وي، وهي قدرت تحسسه إن هو، يعني زي ما تقول إيه، هي مش شايفاه إن هو ضحية، بمعنى إن هي، يعني هي بتحاول معانا، فاهم؟ هي مش حاطاه في دور مش بتعامله ان هو الضحيه، لا، فاهم؟ هي مش بتشفق عليه من الاخر، بس هي فاهم بتحاول تكلمه، تهزر معاه، بتضحك، فاهم؟ ايوه ويعني هو بدأ يحبها عكس بقى، وبدأ يسمع لها. وهي دي النقطة اللي خلتها أظن تختار ويل على خطيبها، عكس خطيبها اللي هو ما كانش بيسمع لها، بالعكس هو كان دايما بيمشي كلامه كده، فاهم؟ يا ابني انت شاركت في اجابه مشاركها تانية. في حاجات انا برضه بتكلم هي مش مهتمه بيها. يعني هو كان بطل اولمبي وشكل رياضي تقريبا، وهي مش مهتمه قوي باللي هو مم، بيعمله. فهي حاسه ان في جاب ما بالظبط. بينه وما بينها، هو في عالم وهي في عالم تاني. بس انا يا ابني ستيل انا قصدي في الحقيقه، ماشي، انا انا قصدي في فاهم، بس انا الحقيقه. ستيل حاسس برضه ان ويل اناني شويه في الاخر لما قرر ان هو ينتحر، وهو عارف ان هي بتحبه وهو كان اه لا، بيحبها. دي أنانية جدا، دي يعني أنانية. يعني انت عارف ان هي بتحبك وانت بتحبها وقررت تنتحر برضه. وهو عارف إن هي سابت خطيبها بالظبط عشانه. علشانه، فانت في النهايه برضه وشبه بوظت حياتها علشانه. اه وساب لها في الاخر فلوس وي بس برضه لا. ايوه. انت مت، انا حبيتك بس انت موت نفسك، اخترت انك تمشي يعني. دي بالظبط. حقيقه. اخترت انك تنهي حياتك على قصاد، فاهم؟ مهم. يعني الفلوس اللي واو. هو سابها لها دي ولا ملهاش بالظبط. لازمه. ايوه بالظبط. هي بتساعد بيه اهلها بس برضه لا وفين؟ خالص. ايوه بالظبط، اللي هو الواحد انت قلبك لو خرب مره خلاص بقى، ما انت ما صح. يعني لكن من الناحيه اتعلق الحقيقيه، بواحد. لو انا اتحطيت في الموقف ده، ايوه ما اعتقدش ممكن اضحي بخطيبتي والشخص اللي انا عشت معاه فتره اطول بكتير وعرفته شخصيا عشان حد لسه عارفه من اسبوعين او شهر او شهرين او ايا كان. هبقى عاقل شويه في بالظبط. النقطه دي، ان انا مش هضحي برضو لا بس بالشخص خد بالك، هم اللي خدوا معايا. وقتهم مع بعض. انا فاهم، بس اقصد يعني انا شخص هم خدوا وقتهم مع بعض. مهما كان، بس انا ما قعدتش معاه فتره طويله قوي غير خطيبه. اكيد خطيبه قعدت معاه فتره اه. اطول. انت فاهمني؟ وانا ايوه عارف تفاصيله اكتر وعارف طباعه اكتر من التاني. ممكن تبقى بيضحك عليا او في حاله البدايات، فاهمين؟ امم فانا اعتقد ان انا ممكن اختار امم اكتر الشخص اللي انا اعرفه اكتر. يمكن يكون في مشاكل ما بينه وبينه مش متفاهمين قوي، بس انا اعرفه وعارف اطباعه كويس، او بس خد عارف بالك طباعه برضه، كويس. يعني انا برضه لو في منا مشاكل انا مش هبقى عايش مبسوط معاه، ده ولا اكيد. هو هيبقى مبسوط ولا انا هبقى مبسوط. انت فهي ملهاش لازمه في الاخر برضه ان انت تعيش معاه. لو طبقت الفيلم في الواقع
لو مثلا لو غيرت عادي يعني مثلا اه ممكن لو خطيبتي مثلا هي انسانه كويسه بس انا حبيت حد تاني غيرها، هل هيبقى موقف ايه؟ ولا مثلا. لو طبقت نفس الفيلم على الواقع لا اكيد ممكن اختار الحب لا انت لو الجديد. مكانها، فاهم، هتختار ايه؟ هتختار خطيبتك ولا خطيبتك يعني، ولا البنت اللي انت لسه ولا عارفها؟ حد انت حبيته جديد؟ بالظبط، حتى لو لو هو معاق زي ما طيب كان في ثواني، الفيلم لو يعني. على الفيلم بالظبط، لو طبقنا الفيلم بالظبط لا اختار الجديد. لو الفيلم هو اتنقل للواقع اختار الجديد. امم. اه. لكن لو حاجه حقيقيه. برغم على فكره ان طب القرار ان بص هو هقول لك برغم ان هقول لك القرار ان هو يموت نفسه ده في الاخر ده هيضايقني، هحس اني اخترت غلط، انا اخترت شخص يا اناني. عم يا عم اسمع، بص اه هقول لك على حاجه حلوه. ماشي. هقول لك على حاجه. انت ساعات مثلا بتبقى معجب بشخص معين. مم. حلو. معجب بشخص جديد دخل حياتك، شقلب الدنيا ومش عارف ايه، وحسيت بمشاعر ماشي. او مثلا انت مثلا معجب بشخص، وبعدين اللي هو ايه، انا نفسي ابقى معاه يا عم، نفسي أبقى معاه. وبعدين بعد ما تبقى معاه اللي هو ايه ده، هو فين؟ مم. هو ده اللي انا كنت معجب بيه. ما ده اللي اقصده، انت فاهمني. فاهم خد قصدي؟ بالك عامه ان الحياه، يعني انت انت كنت عارف ان هو كان زي ما كان بيقول بقى بوي فريند وكده، بس برضه بعد الخطوبه بيبقى فاهم، بيبدا يتحط عليك مسؤوليات. مم. وهنا هي دي كانت اظن النقطه اللي هي غيرته خطيبها عنها، فاهم. هو ايوه لما ايوه. اتحط في مسؤوليات لا هو ما مم. عادش شايفها. هو بقى شايف ان هو عايز يتجوز بيه، بس هو مش ما عادش شايف هي عايزه ايه، مم. فاهم. بس هي عايزه ايه، هي بتحب ايه، بس لا هو برضه انا همشي برايي انا. اها قول، لا قول قول. انا همشي برايي انا علشان فاهم، مم. عشان انا اللي عندي مسؤوليات وانا وكده. لكن هي عايزه ايه لا مش فارق معايا. يعني انت رايك فبرضه خد بالك. يعني انت لو كنت مكانها كنت هتختار الحب الجديد؟ اه كنت اختار الحب الجديد. مم. يعني انا ما كنتش هبقى مبسوط مع خطيبي، ايوه خصوصا ان هو مش مقدرني، مش فاهم ايوه فاهم. يعني، ملهاش لازمه. بالظبط. وده نداء لا لكل انا مبسوط ولا البنات هو مبسوط. ان الشاب بياعه وخاينه عامه. لا بص هقول لك على حاجه، هي كمان نفس النظام. هي لو جالها واحد ايوه ده لا، انا فاهم بس. طبعا، انا بهزر، انا فاهم ان الايه لا ده معكوسه على دي الاثنين، مش دي الولاد بس. الحقيقة. يعني دي الحقيقه. خد مم. بالك، هي لو جالها واحد ما هيريشها ويعيشها مش عارف ايه، ما تضرب الحب فاهم. مش عايز لا بس. بس اظن ان هي على الاقل هتحاول يعني في الاول. مم. والله يعني خد ولا بالك هي. برضه هي وهي عملت والله غلطه ايوه ان هي هي حاولت، ما اتكلمتش معاه. هي حاولت لا على هي بس فكره. هي ما اتكلمتش هي معاه. ما اتكلمتش بس هي ما اتكلمتش معاه، هي ما صرحتوش. هي قبل كده حاولت ان هي تقعد معاه وتفهمه اكتر، وهو برضو كان مصمم على اللي هو في دماغه، ان كذا مره تقعد معاه عشان هي وبرضو ما كان بيقعد صرحتوش، خد بالك يتكلمها. برضه. ده غلط عامه هي ان ما هي ما صرحتوش. تتكلمش، ده غلط، ده كده كده. بالظبط، انت بتكتم جواك برضه عامه، فده مم. اللي خلى، فاهم؟ يعني اظن ان هي كانت اتكلمت معاه وصرحته انا عندي مشكله معاك كذا 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 كذا، مم. كان يبقى احسن. صح برضه من ان هي تبعد في الاول، بمعنى ان هي تديله فرصه. صح. يعني انا لو انا اتكلمت معاه مم. مثلا واديته فرصه ولقيت ان هو برضه ما فيش، لا ساعتها هختار التاني. صح لا كده خلاص بقى، كده انت مصمم وانت تستاهل ان احنا خلاص مش مفيش بينا، كل اللي بالظبط. بينا انتهى وخلاص ونشوف حد تاني او حب جديد بقى. بالظبط. بس طب طب ماشي يا جدعان. طب انا عندي سؤال تاني. قول. ايه. انت شايف ان انت تبقى لويال بنسبة 100%، مم. ولا تمشي مثلا اللي هو انت وانت بتتعرف تخبط لحد ما تلاقي الشخص اللي يعني فاهم؟ لا قول السؤال بشكل اوضح عشان مش فاهم. مش عارف اوضحها. يعني مثلا انت لو انت مع حد، اه. فاهم، انت تبقى لويال ليه بنسبة 100%، مم. وتدي له كل حاجة حرفيا تدي له كل حاجة. مم. انا خلاص حرفيا انا فهمت. بص. تدي له وقتك ومش عارف ايه، وبعدين مثلا في الاخر يقوم مثلا اقول لك انا مش عاوز، فاهم، هقول انا انا هقول خلاص. هقول انا وجهة فاهم. نظر انا. فبعد اسمع بس، مم. فبعدها انت بقى بتبقى ايه، خلاص بقى، ما انت ما هتبقى لويال تاني ليه؟ ايوه فاهم. بص هو انا وجهة نظري عامة ان انا اصلا اي حد اعرفه في حياتي سواء بنت او ولد علاقة ايا كان، انا استحالة اديله 100% من التراست بتاعي ان انا واثق فيه 100%، او ان انا بالظبط. واثق فيه ان هو بشكل لويال، ان هو يكون الشخص ده 100% لويال ليا. لا ما اعتقدش ان انا هعمل كده حتى لو مرتبطين وفي الاول كده، خصوصا لو بالظبط. في الاول. لا انا متوقع في بالظبط. اي لحظه ان ممكن اتساب، او اي لحظه ممكن يحصل اي ظرف، ممكن هي تموت، او ممكن هي يحصل لها ظرف قهري. بالظبط. مش شرط ان هي تخوني، مش يعني لازم يحصل ظرف هو قهري، مش مش شرط لازم ان. تموت. يعني مثلا الضغط عليها مثلا من ده اللي حته اقصده ده اللي اقصده. راحت. مش شرط ان فاهم هي تكون قصدي؟ سابتني عشان بإرادتها، ممكن تكون الضغط عليها او ظرف قهري وكده.
ماشي ساعتها سامحها. فالتراست عامه ما ايه بيجيش بالسرعه يعني دي. لو الايه التراست ما بيجيش بالسرعه دي، بياخد فتره طويله عشان يتكون الثقه كامله. بالظبط. لا ان انا طبعا اثق في لازم الشخص 100%. تاخد يعني مش اقل مثلا من 6 شهور عشان ابدا يعني ابدا ان انا اثق فيه اصلا، مش هبدا ان فيه قوي. انا بالظبط. كمان احب، لا اثق فيه اساسا. يعني حرفيا نرجع يعني تاني مش هديك للفيلم 100%. خلاص ارتاح. 100% دي نرجع تاني للفيلم مش هتيجي دلوقتي، هتيجي بعد فتره طويله كمان. نرجع تاني كده للفيلم عشان شفنا بودكاست ماشي. ده اللي انا فاهم ما زخناش والله، نتكلم في الفيلم، كل ده كلام جوه الفيلم. ماشي بودكاست ده لينس. الفيلم اسمه مي بي فور يو. واخد كام على ام دي بي يا زياد؟ ثانيه هشوف، واحد تقريبا 7.5، بس انا هشوف تاني برضه. واحد 7.4 ثانيه من 10 هتاكد من ما شفتها. انا اللي شايف. اه ايوه انا اللي على شايف. فكره انا قلت من غير ما بس اشوفها والله. كنا المفروض نحكي يعني انا دلوقتي تمام. نرجع للفيلم. انا مم. انت بس السؤال بقى، انت مخطوب لبنت، تمام، ايوه وبصدفه ما عرفت ان هي يعني بتشوف حد وتقابله، حتى لو مش كحب، بس هي بتقابله من ناحيه اللي هو ايه شغله وكده. ايوه وانت اتعزم عندك في البيت، او شفتوها مع بعض، وكنتوا قاعدين سوا في نفس المكان، وجاب لها هديه هي حبيتها قوي. انت رد فعلك حلو. هيبقى عامل ازاي؟ مم. مم. يعني انا بالنسبه لها ايه بس في الاول خطيه، يعني هي انت مثلا خطيبتي. هي خطيبتك زي الفيلم بالظبط. انا مم. بصراحه مش عارف. بس ما تنساش قدام ده. عيني ده كله حصل. بس ده شغل، هي شغلها، هما الاتنين مش مرتبطين، هي شغاله عنده زي الفيلم يعني اول بالظبط. وانا ما خطوه اظنش جواز. اصلا من الاساس ان انا هوافق ان هي تشتغل عنده من الاساس. تمام، بس نفترض ان انت وافقت ده كده كده. لسبب ما، وده حصل قدامك، هتعمل ايه؟ لا ما اعرفش الصراحه. انا ما اعتقدش ان انا بالظبط هتحط الموقف. في ده. ها. بس هو اظن ان عايز يبقى يعني هدب خناقه كبيره ممكن توصل ان احنا نسيب بعض. تمام. اصل ايه يعني ايه اللي في الشغل اللي بينهم اللي هيوصلهم ان هم صح يوصلوا كده؟ انا صح. عارف ان هي في الفيلم ان هي كانت مهم. بتساعده وكل ده بس. فاهم. صح. يعني المفروض ان انت بتساعديه ان هو بتعملي له اكل وبتاع بس مش لدرجه ان مش هو درجه يجيب الهدايا، هدية. ايوه صح صح. لا حتى لو هو هي انا كانت هو انا شراب. هو انا هو انا ما خدتش بالي ليه في حوار الغيره اصلا في الفيلم. يعني ازاي خطيبها اصلا سابها؟ ايوه الواد صح، ما كانش يعني الواد ما كانش برضو في الاول، ما هو ما كانش اهتمش. فارق قوي. بس بالظبط ما كانش فارق قوي معاه. هو كان موارب وده الباب. دول عامه اكتر. ودول عامه اكتر هو قد ايه هو مهم. ما كانش مهتم قوي زي صح ما صح. احنا وفي فاهم. الاخر اتفاجئ الناس سابته، اللي هو انت سبتني ليه؟ طب ما انت مش مهتم اصلا. مم. هل الحب كان كفايه يخلي ويل يغير قراره ان هو ما ينتحرش ويفضل معاها، مع ان هما اتنين بيحبوا بعض؟ طبعا اه. اه بس ما اعتقدش ان هو كان بيحبها يعني بعد اللي عمله ده. يعني برضه فعلا لان هو لو فعلا كان بيحبها ما كان هيفضل ما معاها. اظنش ان هو كان بالظبط كان هيفضل معاها ويكمل معاها حتى لو هو بالاعاقه. كان مهم. المفروض على الاقل ان هو يحب ان هي عايشه معاه ان هي بتساعده وهي فعلا كانت حرفيا شبه شايله حياته كلها. ايوه. تمام حتى لو هو كان مصاب وهو مفتقد حياته القديمه. بس برضه لا يعني هو ما كانش بيحبها على الاقل زي ما هي بتحبه. وسؤال تاني، هل اصلا لو هو بيحبها، يعني هو بيحبها بجد، مش هو كان المفروض يبقى خايف عليها ان هي ان هو يعلقها بيه فيسيبها في الاخر وينتحر؟ طب ما ده برضه كده ما بيحبهاش. بالظبط. يعني انا لو بحب هو حد هو وانا هموت في الاخر، انا عارف ان انا هموت نفسي، انا ليه اخلي حد يتعلق بيا؟ ما كده هعزيه معايا. حتى لو انا بحبه مم. هحبه جوه نفسي، يعني كده هموت. مم. بس. طب سؤال يعني انت شايف ان ممكن يعني لو جيت قارنت مثلا خطيبها مهم. بويل مهم. ان الاثنين كانوا انانيين زي بعض. هو بص، هو التاني يعني انا مش عارف، التاني ويل كان طفولي شويه، يعني انانيه طفوليه شويه. اه لكن التاني كان مش شايف غير نفسه. ده رأيي، مش شايف غير نفسه، بس بمعنى ان هو حياته يعني حياة متمحورة حواليه، عارف انت اللي هو شايف الكون كله بيدور حواليه. ده تخيلي عن بالظبط. خطيبها عامة. هو البطل هو المين كاركتر في الحياه بالنسبه له. بالظبط، ده تخيلي عن هو عن مركز خطيبها. الكون زي ما بيقول. لكن ويل هو عكس عايز الثاني. يخلص من المعاناة، اعتقد يعني. بس هو غلط، هو كره هو حياته من اناني. الاخر بعد. هو هقول اناني. لك على لا هي انانيه. دي ما نختلفش على ان هو اناني يعني. حاجه يا اسطى. ماشي انا معاك وكل حاجه.
انا معاك، بس هقول لك على حاجه، انت مش هتحس بمعاناه واحد الا لما تعيشها. مش فاهم. يعني خدت بالك انا خدت السؤال منين؟ طب ثواني، انا فاهم مش تحس بمها غير لما اعيشها، بس ماشي، انا يعني مش ضدك والله، انا مش بس بتكلم برضو انا. هو غلطان في أنا مش هقول لك فكره عيش، ان اه بس تتخيل، اه تخيل كده ان انت قاعد يعني انت قاعد انا مش عايز معترض. تمشي مش قادر. انا مش معترض والله، فكره ان هو بيعاني، انا عارف ان هو بيعاني، بس انا ليه اصلا علقها بيه من الاول وانا عارف ان انا هموت او ان انا هموت نفسي؟ طب ما ده انانيه. جدا. هو يمكن قراره. ما كانش بص قصده بص ان بص هو يعلقها. بص قراره في الانتحار ده حاجه ترجع له، انا مش معترض عليه، بس فكرتي ان امم هو يعلقها بيه، بس كده. خصوصا ان هو في الاول كان رافض، ومره واحده بالظبط. بقيت انت متقبل الموضوع وعاجبك وكده، مهم. ومره واحده قمت قلت لا خلاص انا هنتحر. بالظبط. هو اصلا من بدايه الفيلم اصلا كده كده كان مقرر الانتحار. انا مش معترض، انا ماشي، بس معترض على ان هو مش انت يعلقها تاخد بيه. بحب في حياتك، فاهم؟ انت او علقتها بيك وهي حبتك وشفتها سابت خطيبها عشانك، بس. وي وي وفي الاخر قمت انتحرت وسبت لها شويه فلوس. مهم. يعني هل قراره الفلوس هتعوض عن الحب اللي راح؟ بالظبط، قراره في الانتحار دي حاجه ترجع له، ما اقدرش اعترض عليه، هو حر. امم بس. انا ما اظنش ان انا معاه خالص ان هو. بالظبط، ما هو اناني، هو اناني، دي حاجه انانيه كبيره يعني. بس التاني كان امم فعلا شخص ما يتعش معاه، يعني اللي انا شفته في الفيلم شخص ما يعرفش نعيش معاه عامه، مش هتعرف تعيش مع الشخص التاني اللي هو خطيبها. خطيبها. مهم. اه. مش هتعرف تعيش معاه خالص. فالاتنين انانيين بدرجه اقصد ما، انها بس تبقى علاقه التاني بايظه. صعب، بالظبط. يعني الاتنين انانيين، بس الاولاني صعب، خطيبها كان صعب قوي. والتاني عامه كشخصيه هو كان كويسه لحد ما انتحر. بالظبط، شخصيه كويسه مش صعبه يعني، شخصيه كانت كويسه لحد ما عرفنا ان هو اناني يعني. طيب، السؤال اللي بعده. ماشي، طب ماشي، هل لويزا كانت بتحب ويل فعلا ولا كانت متعلقة بفكرة إنقاذه؟ امم ها. اه، آه... سؤال حلو. انا مش كده، انا مش عارف. هو حلو أوي، آه بس انا سبحان مش الله. عارف. بص هي. سبحان الله. سؤال سألناهوش قبل كده. لا هو، قول. بص، في الاخر اللي انا شفته في الاخر مم. ده مش واحد اه، بيحب فكره انقاذ واحد. في الاول يعني في الاول انا ممكن افهمها في الاول كتحدي معاها نفسها ان هي عايزه تنقذه، لان هي عايزه تحببه في الحياه. في الاول خالص، اول علاقتهم لما كانت بتحدى نفسها ان هي تجيله كل يوم وان هي تبقى مبسوطه وتحاول تبسطه، ده في الاول. لكن بعد ما أيوه. الحياه مشيت ما بينهم، لا انا حاسس ان هي حبته بجد. مم. بس. وأنت يا حودة؟ لا يعني اتفق معاها برضه، اظن ان هي في الاول ان هي فعلا ساعه لما اترفضت من شغلها هي كانت في الاساس بتدور على اي شغل، فاهم؟ فهي ما كانتش اساسا بتدور اظن على حب ولا. بس هي لما لما لقيت ان هو مريض وكده، فهي بدات برضه تاخدها صعبت عليك. كتحدي مع نفسها، ان هي تصرف على اهلها تخليه يعيش. مم. بس ده بس ده لا يعني يمنع إن هي صعبت، يعني هو صعب عليها، فاهم قصدي؟ لا ما اظنش ان هو صعب عليها. في صعبانيات في الموضوع. اه، واكيد صعب عليها بس مش قوي يعني، فاهم؟ يعني انا بعت مش الاسئله، بالطريقه، فاهم؟ انا بعت الاسئله تحت لان طيب اسالها في ماشي. الحلقه. بجد انا مش عارفه انا قصدي يعني هي شافت الواد، فهو الواد صعب عليها. ده في الاول. طب ايوه. يعني انا في الاول دخلت على واحد شفته معاق وهو مش كاره الحياه، فانا خدت تحدي على نفسي ان انا عايز احببه في الحياه. ايوه. ده في الاول، اول كام يوم، اول اسبوع وكده، لحد ما ابتديت اتعلق بعد كده بيه. الموضوع قلب بحب بقى. بس ده اللي اقصده. في الاول فعلا كانت محاوله انقاذ بقى قلبت بحب، ده وجهه نظري انا. بالظبط. نفس الكلام. مهم. يلا لا هو اسال. السؤال حلو الصراحه، السؤال حلو. طب ايه جاوب. اللي انت مش فاهمه؟ ايه الحلو؟ طب ما تجاوب وقول لي السؤال حلو. انا فاهمه. طب ما تجاوب طيب. انا ما اعتقدش. بس تحبه قوي. اللي هو انت لو بتحبه، اه. بس هو صعب تكمل معاه، يعني هتغيره. مهم. عارف بفيلم يوسف، بالفيلم مين في الفيلم؟
أيوة. هي وخطيبها، ما هي بتحبه بس هو شخص صعب، ماشي مش بس هتعرف تكمل معاه، ما ده يو يو اللي كان السؤال يقصده. فهم. ايوه يو كانت فيكس هيم، ده طبيعي مش هتعرف تصلحه. طيب خلاص، او بس مش هو هيبقى اللي في دماغي، بس هو مش ستيل هيبقى حب، هو ستيل حب. يعني هو السؤال يقصد ايوه ان انت بتحبه، وانت لما تسيبه هيبقى صعب عليك قوي انك تسيبه في الاول، هتفضل فاكره طول ايوه، من عارف. حياتك. انت فاهمني؟ هو السؤال يقصد كده. ده الفراق ده اوسخ حاجه. اه والله. خلي الفراق اجمل فراق. ماشي السؤال اللي بعده. ماشي. هل لويزا كانت صادقة مع نفسها في النهاية ولا ضحت بنفسها؟ تاني. بصوا انا هقول لك على حاجة حلوة. انا في قول سؤال جاي واحد في دماغي. طب قول. عارف سؤال اللي هو انت ايه، انت بتحاول تطلع نفسك كسبان مهم. في جميع الاطراف وبعدين بتاخد خازوق سوستة. فده اللي حصل في الفيلم بالظبط. هي خدت خازوق يعني انت سوسته انت فعلا. انت بتحاول تختار الطرف الرايق. اه. انت بتحاول يا عم ترتاح يا عم، مهم. بعدين تقوم واخد خابور. ماشي خابور طالع من نافوخ. ماشي. انت بس مثلا بس بتقع لا باختيار وبعدين. بس لا، هي اختارت تختار الصح على فكره، هي اختارت تختار الصح، بس هي مش تعرف ان هو ما انا فاهم. ينتحر، هي مش تعرف ان هو ينتحر. اما انا فاهم انها اختارت الصح بس ما خدت خابور في الاخر. ده حقيقي. بس ما هي دي الفكره. ما مهم. انا ما ده اللي انا جاي فيه. طب انت انت بتتكلم طب زي انت هتعمل ايه؟ طب انت هتعمل ايه في الموضوع ده؟ خلاص اللي حصل حصل. انا بكلمك انت حصل معاك الموقف ده قبل كده؟ حصل معايا قبل كده. اه يعني انت مثلا حاولت انك تحب تختار حد اللي انت ويخزوقك يعني. هو بس مش حاولت. ما كانش ارتباط. يعني بس ما كانش علاقه ارتباط. اه. مهم. ما كانش علاقه حب يعني. وانت يا حود وانت يا حود الثانية اللي هو إني يعني احب حد ويخزوقني، صح؟ ايه. ولا عشان بس ان احب حد لا لا، ويخزوقني قصدك ولا؟ اختيار، انت وقعت في اختيار وحبيت تختار اللي مريحك، فاهم؟ فاللي مريحك اه. ده مريحك على الاخر. انك ايه؟ بقول لك انت وقعت في اختيار، حلو. تمام؟ وبعدين اخترت اللي مريحك، اللي هو اللي انت مرتاح حسيت ان انت مرتاح معاه، امم. فاهم قصدي؟ وبعدين اللي انت مرتاح معاه ده بعد ما اخترته قام مريحك في الاخر، ريح عليك بقى. اه. فاهم؟ ارتحت بقى راحه ما فيش بعدها راحه. فاهم قصدي؟ اه. اه. حصل معاك الموقف ده قبل كده يا محمود؟ آه، لا خالص. يعني ما اتحطيتش في الحبايه الزرقاء والحمراء قبل كده؟ لا لا، الحمد لله عمري ما ماشي. حطيت في الموقف ده. كويس. برضه اللي سؤال عندك على الحب. فكره، احنا عايزين نجاوب على السؤال ده برضه. هل لويزا كانت صادقه مع نفسها في النهايه ولا ضحت بنفسها؟ يعني هل هي كانت صادقه في حبها لويل، ولا هي في النهايه كانت مشاعر عابره وضحت بحبها اللي هو خطيبها عشان خاطر الواحد هيموت؟ مم. يعني كانت صادقه مع نفسها في وجهه نظرها وحبها، ولا هي بس كانت بتجري ورا مشاعر او مشاعر لحظيه؟ ويعتبر دي مشاعر لحظيه يا اسطى. ايوه لان هي ما حبتوش، ما كملش معاه شهرين. لا كملت مع 6 شهور. وانا بص برضو ست يعني في شهور حوار الحب ده. اه، ست بس الحب شهور ده يعني فاهم، يعني ملوش مكياس، يعني مش مم. بالسنه مش بالسنين. انا فاهم والله، بس برضه في النهايه ان انا ولا اكون ولا واثق من الشخص. اصل بص، التراست هو جزء من الحب، ايوه فانا استحاله اكون ثقه في اللي قدامي غير لما اقعد معاه فتره. انت فاهمني؟ طبعا فاهم. اه لازم طبعا يعني. في حاجات انت كتير قصدك قوي ان غير هو الامان. فتره نتعرف، اها. فتره نتعرف على بعض وبعد كده فتره نبدا نحب بعض فعلا، الحب اللي بينا يعني هي في الاول زي ما بتقول كده شراره، مهم. بعد كده اتولد حب. مهم. انا فاهم، بس مم. الحب مش مجرد شعور، الحب بقى شعور وامان و... ومشاعر كتير قوي بتحس بيها، ومع الوقت بتتكون جواك، مش باللحظه. اصل مثلا اول لحظه تحس بيها بالحب ماشي، وبعدين ممكن يبقى شخص مش مناسب، ممكن يبقى قتل. تعرف منين؟ امم. انت فاهمني؟ ها. ومش ثقه عشان كده بس. بقى ايوه، عشان كده اظن يبقى لازم في فتره التعارف زي اه ما بيقولوا بالظبط اللي هي بالظبط.
لا خطوبه انك تقعد بقى تتكلم وايا على كان. الاقل، التعارف الجاد. ان هو تقعد تتكلموا بقى. عن نفسك صعب. وعن يومك وعن هواياتك وعن شخصيتك وكده، عشان تتعرفوا على بعض اكتر، ومواقف تحط بينكم عشان تعرف تتاكد من صحه اللي قدامك ولا لا. بالظبط، لكن ما اظنش يعني هو اقصد 6 شهور يعني بس برضه وقت يعني كويس ان هو. يعني ايه الموقف الوحش اللي تحطه فيه عشان خاطر تعرف شخصيته الحقيقيه؟ يعني لويزا ما اتحطتش في موقف وحش مع ويل عشان خاطر تشوف شخصيته الحقيقيه، فاهمني؟ طب برضه خد بالك عمره ما هيتحرك بيعمل اتاك، يعني هو لا يعرف يخونها ولا لا اصل هو يعني. موقف وحش ان هو يزعلها مثلا او يعمل حاجه تضايقها قوي، هي ما عاشتش ده مم. عشان تحكم برضه على الشخص كاملا يعني. مم. فهل كان حب ناقص يعني؟ هل ده كان حب هل حب واهي، حب طفولة، ولا ده كان فعلا حب وانا مش واخد بالي؟ خلاص يا جدعان. مش عارف يا جدعان. بس طيب ده سؤال بقى، ده سؤال بقى فلسفي. هل من حق اي انسان يختار نهاية حياته؟ لا انا بتكلم على لا حق، خالص. على حق الفردي. ابعد لي بص يا يعني، اسطى. بص انا عارف بص، انا عارف تجيبها منين، انا عارف تجيبها من ناحية ايه. عارف، انت عارف اللي فيها، انت عارف ان احنا الثلاثه ايه وعلى ايه ورايحين انا فين. فاهم انا فاهم، ابعد بقى ده واتكلم عن ما العالم ينفعش. كله، عن العالم كله. اصل مش ما ينفعش. العالم مش احنا، لا العالم مش احنا بس يا اسطى، العالم مش احنا ما بس. انا فاهم. اصل بص، انا فانا عارف عايز اللي بيتكلم بيقول لك، يقول لك اصل بعيدا عن لا الدين، لا لا، اصل ما اقصدش هنمشيها كده، بقانون. ما اقصدش كده، انا اقصد هنمشيها احنا بقانون مش، الفيفا. احنا مش لوحدنا. يعني انت مش عايش لوحدك، احنا الثلاثه ماشي. عارفين ان اللي هيحصل لنا وعملنا كده. بس ابعدنا خالص عن الموضوع، لكن بنتكلم احنا عايشين مع عالم صح، وعندنا فيه ناس كتير غيرنا. يعني فانا بقى عايز السؤال ده للناس كلها مش لينا احنا بس، لان اللي احنا كده عارف اجابه لا برضه، ان ايه. لا برضه. ليه بقى؟ لا أبدا. يعني بس اظن هي تبقى انانيه قوي يعني. ماشي، ده رد. ان هي ده انانيه رد. قوي. بس افرض مثلا انا حالتي ميؤوس منها لدرجه ان انا خلاص، مش حل ايوه برضه. ماشي مش بس. مجرد عجز، مثلا حاجه حصلت فعلا انا مش قادر اتحرك، بقى عندي شلل تام، فاهم حاجه بقى اللي ما بقتش فعلا قادر اعيش. بس ماشي، بس انا شايف اللي حواليا بيحاولوا يساعدوني على قد ما يقدروا، الناس عايزاني اعيش. انا فاهم، بس انا فاهم؟ برضو عند مرحله ببقى عيب على اللي حواليا. مثلا واحد مثلا ما بيعرفش يخش حمام لوحده، ما بيعرفش ياكل لوحده، ما بيعرفش يقوم، ما بيعرفش يتكلم. ما انا برضه هبقى عيب على اللي حواليا في مرحله ما، فاهمني؟ انا فاهم قصدك برضه، بس يعني يعني مثلا افرض مثلا عشت في العجز ده كله مثلا 5 6 7 سنين، الاهل هيساعدوني هيحبوا ان انا اكمل عيشه. بس مرحله معينه كده هيزهقوا مني، هيزهقوا من يعني ان هم شايلين همي طول الوقت ده كله. لا، بس ما اظنش ان يعني ما فيش حد، مفيش اهلك، يعني اهلك عمرهم ما يزهقوا منك برضه، خد انا بالك. فاهم، بس في النهايه انت انت في عبء. الاخر انت ابنهم، في فاهم؟ النهايه انت عبء. مش هيزهقوا بس انت عبء في بالظبط، النهايه. انت عبء ماشي. بس خصوصا ان هو يعني ويل اساسا فهو غني اساسا لا لا ويل، لا، فاهم؟ بعيدا عن ويل، بتكلم في المطلق. واحد مثلا عاجز تماما، ويل ده انا اسف هنا بس انانيه قوي منه يعني، ومش مبرره تماما يعني، بس بتكلم على حد فعلا عاجز تماما. ايوه فاهم. مهم. آه... كده كده احنا عارفين ان هو حرام، كده احنا عارفين ان هو كده هنخش النار. بتكلم على لا واحد، ماشي، انا كده مش يعني واحد مش فارق يعني، واحد بره الدايره مش بتاعتنا هاخد لهم الاتجاه ده. بالظبط. هاخد لهم الاتجاه ده. مهم. طب هو لو يعني دينهم بص، يعني هو انت لو مفيش حد بيحبك مهم. وكل ده، يعني انت عارف ان موتك مهم. مش هيأثر على حد حواليك، مهم. يعني ممكن ساعتها تفكر في كده. تمام. لكن لو انت عارف ان موتك هيأثر على حد حواليك، او في حد بيحبك، او في حد مستني مثلا ان هو يشوفك بس فرحان مهم. وده هيفرحه، لا فدي تبقى انانية منك جدا، لا خالص يعني. بس برضه ممكن تبقى بس انانيه من انت الشخص وصلت ان انت التاني. انانيه من الشخص اللي التاني هو برضه، ان هو عايز يشوفني طول الوقت مبسوط وعارف ان انا بعاني. هو الفكرة ان هو بيقدم لك كل حاجة ده، فاهم؟ هو بقى يعني هو بيقدم لك كل حاجة هو ممكن انا فاهم يقدمها لك. وانا مقدر ده، بس هو انا ستيل بعاني حتى لو هو بيقدم لي ده كله. انت فاهمني؟ انا فاهم وجهة نظرك جدا، هو عندك حق ان انا لو عملت كده هبقى اناني جدا، وخصوصا لو حد بيحبني. بس برضه ستيل لو قلبنا الايه وبقيت انا الشخص التاني، طب ما انا برضه هبقى اناني.
ان انا عايزه يعيش وهو بيعاني. فاهم قصدك. فاهمني؟ فالموضوع صعب جدا، ربنا يكتبش على حد فينا يعني، موضوع صعب قوي يعني. هو صعب فعلا، سؤال صعب قوي. طب وانت يا عمرو؟ شقلب يا اسطى، شقلب السؤال ما ده. ترد، ما تجاوب انت ما جاوبتش. ما اعتقدش انها رد ما مش بتكلمش عارف. عليك انت، ما بتكلمش عليك انت، بتكلم عامة. وجهة نظرك ايه؟ ماشي. طبعا عامة اقول لك على حاجة. مهم. ما انت ممكن في عيلة مش عاوزك يا عم، انا خلاص تعبت ما هو ده اللي اقصده، زهقت منك. ما ده اللي اقصده. انت لو انت حاسس انك عبء على اللي حواليك، ايا كانوا بقى اهلك، اخوك، ايا كان مين، في النهايه انت ستيل عبء. انا عايز اسمع ردك، ما تقعدش ما اعرفش اقول حاجة. انا ماليش حكم في الحاجات دي، ما اقدرش. ما اقدرش اقول اي انا حاجة شايف الصراحة. انا شايف انها بالاتفاق. ماشي يا عم. انا شايف انها بالاتفاق. لا، انا قصدي اللي هو انت مش هتفرق مع حد يعني. انت ممكن تتحط في موقف ان انت مش هتفرق مع حد اصلا. لا انا فاهمك. انا اقصد لو انت شخص عندك عيله بيحبوك، وانت بقيت امم كومبليتلي عاجز، انت مش قادر تتحرك، وانت فعلا امم بتعاني، هما بيعانوا بسببك او مش بيعانوا بس انت هيبقى عليهم، ايوه انت المفروض تعمل ايه؟ وانت لو شايف انك لو مت هيزعلوا، بس انت ترحمهم من المعاناه دي كلها، وترحم نفسك في الاول. انا بتكلم بره التفكير بتاعنا انت، عشان بس ما تقعدش تلوم عليا وحد يتكلم عليا. انت فاهم؟ كل ده بقوله على ايوه على فاهم العالم فاهم. بس. تمام. ما اعرفش الصراحه، مش هقدر افيدك، سكيب انا السؤال. شايف ان هي في الاتفاق. ماشي. بالاتفاق ان هو ينتحر. لا، بالاتفاق مع اهله، يحاول يوصل على حل وسط ما بين مع اهله. يعني لا هو ينتحر بقرار فردي، ولا هم يسيبوه عايش وهو بيعاني عشان هم عايزينه يفضل عايش. يوصلوا لاتفاق مع اي بعض. مم. اي فاهمني؟ ده هيبقى احسن للطرفين. ممكن. ماشي يا عم. تمام. السؤال اللي بعده. طيب، هل ممكن نحب حد جدا بس ما نقدرش نمنعه يعمل حاجه ممكن تخليه يخسرنا، تخلينا نخسره؟ زي ايه اللي ده؟ حصل مش في فاهم الاخر، زي اللي حصل في الاخر. انا بحب حد جدا، بس هي قدرتش تمنعه ان هو ينتحر، ما قدرتش تمنعه ان هو ينتحر. لا، انا بصراحه اللي انا لو حبيت حد انا اقدر امنعه بقى. هنا هتتدخل يعني، بقى. اه. هتتدخل. طبعا. اضربه كفين بس عقله كده. ثواني انت كده. ماشي، انت عندك حق. بس انت كده يعني، انت كده تخليه عايش معاك وهو مش طايقك، عشان برضو انت لازم يو تخلي في حسبانك. يولع. ما انت كده عملت، انت كده كرهته فيك. ايه؟ انت كده كرهته فيك، انت كده ما عملتش حاجه. لا، انا مش مكرهه فيها ما حاجه. انا ما هيخسرك يعني، يخسرك. فاهم ولا؟ مش يخسرك ان هو يخونك، ينتحر، يمشي لسبب ان قهري. ما اقصدش ايوه. ان هو انا بتكلم سبب طبيعي جدا طيب. ممكن يحصل لاي حد فينا، مش حاجه وحشه يعني. اللي هو ايه؟ ان هو يموت مثلا، هو عايز يموت نفسه. اللي هو عايز يموت نفسه. مهم. مش فاهم حاجه. ايه؟ مش فاهم حاجه. لا زي انت قلت، انت جاوبت على السؤال من شويه، تقول مش فاهم حاجه ليه؟ انت جاوبت انا عليه. بقول لك ممكن، لكن ما يقدرش يعمل حاجه تخلينا تخسر. طب انت ليه خليتها ما تطبقها على مثال تاني؟ اي مثال انت عايزه طبقه عليه، يا سلام براحتك. يعني مثلا انت اصل لو بتحب حد السؤال عام، السؤال مش على حاجه معينه. هيعمل حاجه مم. هيعمل حاجه هيخليك، مثلا هو عايز يمشي يعني، ماشي. وانت مش عايزه يمشي. لا عايز يمشي، دي هو حر فيها، مش هجبر حد يفضل معايا. ماشي. دي ما اقدرش اتكلم فيها. معاك يا عم. اصل انا كده هبقى كرامتي هتنزل الارض. يعني انت حلو. واحد بيبيعني، وانا هفضل ماسك فيه بالعافيه، فلا ده ما ينفعش. ماشي يا بتاع ما اظنش الكهرباء. عامة يعني اجي على الايجو بتاعي علشان بالظبط، خاطر حب. بالظبط. الا بقى صح. الا لو انا عارف ان الانسان دوت فاهم، ما بيحبني يتعوضش. بغباء وهو مستحيل اه. ان انا مش هلاقي زيه بسهوله فاهم. ايوه. فساعتها ممكن وانا بحبه فعلا ساعتها فاهم، ممكن اظن ان انا ممكن اضحي شويه بالايجو بس بتاعي هل ده علشان خاطر حب. بس هل ده اتطبق على كل انواع الخساره؟ يعني مثلا لو انا هخسره بطريقه، نفس الطريقه اخسره بطريقه تانية، مثلا لو انا هو مثلا عايز يموت،
هل رد فعلي على الخساره دي اه هيبقى زي رد فعل مثلا هو عايز يسيبني ويمشي؟ لا خالص، لا طبعا. يعني هو لو عايز يموت، مهم. اظن يعني هيبقى اكبر زعل. اصل هو فاهم، لو هو سابني، مهم. ففي الاخر برضه في لو نزل تحت المية ان احنا فاهم هو نرجع. لسه عايش. مهم. هو لسه عايش. مهم. هو لسه عايش بالظبط، مهم. عكس ان هو لو مات خلاص هي كده خلصت، فاهم. انت هتمنعه ان هو يموت، يعني هتمنعه ان هو يموت او هتحاول تمنعه ان هو يموت؟ هنقعد قد طبعا. مهم. هل شفت الفيلم؟ شفت، كلنا شفناه. لو شفته بقى، كنت في صف مين، لويزا ولا ويل؟ انا طبعا كلنا نبقى لويزا. برضه مش قوي. كلنا نبقى لويزا. آه لا انا مش مع الاثنين على فكره. يعني بص هقول لك على حاجه. ويل اناني متفقين عليها قوي في خصوصا في الاخر. تمام. بالظبط. ايوه. ماشي. لويزا، مشكلتي الوحيده مع لويزا ان هي ما اتكلمتش مع خطيبها، وان هي جريت ورا مشاعر يعني طفوليه شويه في البدايه، خلتها تسيب خطيبها من غير ما تقول له وتجري ورا واحد لسه ما تعرفوش كويس. مم. فالاتنين غلطانين، خصوصا هم مش صغيرين. انت ما تنساش ان هم مثلا مش مراهقين فيغلطوا، او هم دي اول مره يجربوا فيها. لا، دول اتنين كبار. مم. واحده مخطوبه والتاني كبير اصلا. التاني يعني احنا فاهمين يعني. واحد غني، انت فاهم، كان بيعملها قبلها يعني، احنا فاهمين يعني. ايوه ايوه مهم. ايوه ايوه ايوه. فانا مش واخد صف حد فيهم، بس انا مقدر اللي هي عملته، مقدر اللي هو عمله. بس انا مش واخد صف حد فيهم عن التاني. ماشي يا عم. ومحمود شايف ايه؟ بص، هو سؤال صعب لان هو فعلا كل واحد فيهم ليه فعلا يعني ليه غلطاته. مهم. بس انا اكتر مع البنت، اسمها لويزا. ايه؟ لويزا. لويزا. انا مع لويزا اكتر يعني. يعني اه مهم. يعني هي كانت فيها سنة أنانية برضه، إن هي اسمه دوت سابت خطيبها. هو كان وحش فيه، بس هي كانت غلطانة فعلا إن هي ما كلمتهوش ودوت، وراحت حبت حد تاني، وهو في الآخر خزوقها. مهم. بس هي ما كانتش ترتاح مع خطيبها مهما كان، فاهم. بس مهم. هي فيها إن هي يعني غلطتها أظن إن هي ما كلمتش خطيبها. صح. يعني دي أنا شايف دي غلطتها الوحيدة. صح. عشان كده أنا معاها. صح. واختارت نفسها في الآخر. مهم. لأن برضه هي ما أظنش إن هي تضحي بقية حياتها مع حد هي مش حابة تعيش معاه، لا، هو أو ده أو أو حقها، ده حقها كده كده ان هي تختار تكمل او ما تكملش، ده حقها. بس مش بالطريقه دي. بالظبط. مهم. مش بالطريقه دي، معنى ان هي كان على الاقل المفروض الاول تكلمه، صح. تتناقش معاه في الموضوع، وانت يا عمر؟ لكن ما تفاجئوش مره واحده. هل شايف يا ان ابني نهاية رد على السؤال، الفيلم يا ابني يا ابني رد على السؤال. ايه سؤال ايه؟ انت شايف مين صف مين؟ ما ترد على السؤال، احنا مش هنترمي مع بعض. ما انا قلت يا اسطى، ما انا قلت لويزا، والله قلت ان انا اوكي في اوكي، صف تمام لويزا. تمام. هل شايف ان نهايه الفيلم كانت عادله ولا كانوا يستحقوا نهايه تانية؟ لا لا، يعني اظن لو كان في نهايات تانية كانت هتبقى يعني. هي بص، ممكن اعمل كده عشان اللي هو تبقى دراما وكده، بس لا يعني ما اظنش. لا، ده انت كمخرج، هذا انا خالص. بس اراك كمتفرج مش كمخرج. انا كمتفرج لا طبعا، لا خالص. مهم. لان في الاخر هي زي ما تقول كده، هي خسرت كل حاجه. مهم. انت يعني هي انت يعني هي صعب، هي خسرت صعبان خطيبها عليك يعني. من الاخر. ثواني يا جدعان، ثواني يا جدعان، عشان كنتش معاكم، ثواني كنتش معاكم. يا عم براحتك يعني، ده حاجه. ثواني دلوقتي، انا بقول لك دلوقتي، انا دلوقتي اسال السؤال تاني، معلش. ماشي. هل شايف ان نهاية الفيلم كانت عادلة؟ ده حتة من السؤال. ولا كان كان يستحق نهاية تانية؟ هو كده كده نهاية الفيلم مش عادل، حلو. ماشي ماشي. ده مش كده عادله، كده. مش عادله للويزا، مش عادله للويل، تمام. لان هو اللي اختار. ماشي ماشي. ولو كان يستحقوا نهاية تانية، هو أكيد يستحقوا نهاية تانية، بس أنا برضو كنت مع الحوار بتاع زياد، إن الحياة الواقعية مش هتبقى بالمثالية برضو اللي هي فاهم في مهم. دماغنا. مهم. إن هو مثلا نهاية الفيلم يعيشوا في تبات ونبات ويجيبوا سباق، ايوه خلاص ايوه بقى، مش فيلم بقى. دي هتبقى نهايه محروقه من الاخر. ايوه. يعني من الاخر اظن ان هو يعني انا دلوقتي كمخرج، مهم. لا طبعا اختار النهايه اللي يعني من الاخر تخلي الجمهور يتكلم عن الفيلم، فاهم. صح صح، يختار ايوه. النهايه اللي هي ده الصح عامه. بالظبط، فاهم. مهم. انت لو طلعت من الفيلم، هم فاهم يعني، بعد القصه دي كلها بالظبط. وشوف تبات ونبات، طب يا انا فرحتي. استفدت 9، انا استفدت 9.
فاهم قصدي؟ صح بس صح. فهل انت شايف ان هي نهايه عادله؟ لا، يستحقوا نهايه اكتر احسن من كده، ان هم كانوا يتجوزوا وكده. مهم. انت بقى لو انت تخرج الفيلم كنت هتغير حاجه في النهايه؟ بصراحه يعني من ناحيتي انا ما مش عارف، ما انت عايز تغيرها بس مش عايز تغيرها. ايوه انا كده يعني انت بقول عايز تغير، انا مش انت هغيرها عايز تغيرها بصراحه. انا مش هغيرها. اسمع، انت عايز ترضي الناس اللي هي عايزه تطلع مبسوطه، مهم. فاهم؟ وفي نفس الوقت انت مش هينفع تغيرها خلاص، ما انت مع عملك الفني ايه. صح. فاهم قصدي؟ ولا كنت هتسيبها زي ما هي؟ طب سؤال بقى بس سؤال بقى أوه. هل لو كنت مكان ويل كنت هتعمل ايه؟ انا اه لا، انا بصراحه ده لو معايا ايميليا كلارك مش هعمل كده لا 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 خالص. بعيدا عن بعيدا عن ان هي اموره، انا بتكلم عامه. لو انت كنت مكان ويل كنت هتعمل ايه؟ لا لا، ما اعرفش. ما تخليش العاطفه تتحكم فيك. اتكلم ما مع عارف نفسك، ما تتكلمش شغل. بقول حقيقي. لك انا ايه. انا بقول لك الحقيقه، انت لو معاك واحده زي ايميليا لا لا كلارك. لا لا، ما انت برضه امور يعني، انت في الفيلم برضه انت امور، انت مش وحش يعني، انت في مش إيه يا عم، مش انت واحد هبقى لك. رياضي فورمه برضه من الاخر يعني، هو فورمه بالظبط. برضه. اه اصل انت كنت ما هتعمل لو كنت مكانه، بس حط في ما اعتبارك ان اعرفش. هو كان عاجز، انت مش شخص سليم. اه اي ما اعرفش، انا ما اعرفش. مم. انا شايف لك حاجه زي كده برضه. مهم. مش هعرف اديك سؤال يعني جواب منطقي اللي هو انا لا كنت بصراحه انا كنت اكمل. حتى لو انت مكانه اه بنفس الظروف. اه. ماشي خد. ما اعرفش الصراحه، انت ماشي ماشي وانت يا محمود. وش يا حب. لا انا برضه كنت هكمل صراحه يعني. مم. على الاقل لو ما كنتش هكمل ما كنتش هعلق لويزا صح بيا صح صح، يعني، لو كنت واخد كده كده هو غلطان، كده كده هو تمام. غلطان في دي تماما يعني. لكن لو اسمه ده مهم. يعني، لو انا كنت واخد خلاص قرار 100% ان انا مش هكمل، مهم. لا كنت على طول بقى فاهم يعني، لا لويزا تفرق معايا ولا كنت هكلمه وكنت مكمل اديها وش. صح صح، وبرضه لكن اصلا اظن وبرضه في مشكله تانية في الفيلم، ممكن تكون دي مشكله في الكتابه، مشكله في القصه وفي الكتابه نفسها، ان الفيلم ما اداناش، القصه ما ادتناش يعني مبرر كافي ان هو موت نفسه لفكره الانتحار. ايه. ما ادتناش مبرر كافي لفكره الانتحار، القصه نفسها. لا طبعا ما تديش مبرر ده اللي خالص. اقصده يعني، مثلا لا يعني لو هنتكلم عليا من الناحيه دي لا طبعا الكاتب مفيش مبرر. ما اداش اي فكره مبرره في اللي هو ينتحر. انا شايف ان السيناريست استخسر قوي في الحته دي وعداها وكروتها عشان يدينا فيلم رومانسي. من الاخر عشان ماشي. الدراما، عشان اخلي الناس تتكلم عن بالظبط. الفيلم. لكن انا مبرر حقيقي للانتحار، فلا، هو شخص غني، شخص اي نعم مش قادر يمشي، بس الناس كتير مش قادره تمشي في الحياه، انت مش الوحيد اللي مش قادر تمشي يعني. عادي. مش انت الوحيد يعني بالظبط، وفي بالظبط. اظن ان عادي كان يعني، كان عادي عكاز وبتاع وكانت الدنيا بالظبط. تتحل يعني، اللي هو برجله الصناعيه وعادي. وكمان انت بتحب واحده وهي بتحبك، ودي نعمه. بعدين بقى ان هي اموره مش اموره، عشان عارف انت بتقول ايه يا عم. انا اي واحده في الحياه انت بتحبها وهي بتحبك، فدي حاجه كبيره. انا قلت ماشي يا عم. فلا، ما اعتقدش ده مبرر، فيه مبرر اصلا ان هو ينتحر. في انا النهايه في نهايه لا لا الحلقه لا، تقييم بقى، تقييم للفيلم. كل واحد فينا يلا قيم الفيلم بعيدا عن IMDb. بصراحه انا بشوفه كاحسن فيلم رومانسي بالنسبه لي بصراحه. تمام. انا بالنسبه لي بحبه جدا. 10 من 10 يعني. اه. ماشي وانت يا عم. لا مش 10 من 10، لا ممكن 9 من 10. خلاص. انا مثلا 8 ونص، 7 ونص انت كده يعني. انت فاكره اصلا. ايوه يا اسطى. طيب تمام. ماشي. ده حول ولا ماشي. قوه الا بالله. ايوه يا اسطى. انا بالنسبه لي الفيلم ياخد، عشان حته الكتابه دي ممكن ياخد 8 من 10. لا، ما اديش ماشي. مبرر للكتاب، وفي افلام كتير احسن منه على فكره. في افلام كتير يعني قصصيا احسن منه في السنة. اكيد. في فيلم ثاني هبعته لكم اسمه هنا. ماشي. مش عايزين طب ننهي نشوفه. خلاص الحلقه طب. ماشي تصوير. ماشي، انهي الحلقه. اه. طب يا جدعان وكده كنا حلقة النهاردة خلصت، الحلقة رقم 5 من سيزون 1. قلناها بالإنجليزي برضه عشان يبقى إيه، بما إن إحنا مثقفين. ايبسود 5 from season 1 من بودكاست ذا لينس. ما ننساش ندعي
اخواتنا في فلسطين طبعا، ربنا ربي يحررهم ويحرر الاقصى ان شاء الله قريبين. ونترحم برضو على يلا الشهداء اللي لسه دول. وبس، اشوفكم بقى في الحلقة الجاية. اريكاتو. يلا، جود باي.